السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة هنعمل الكنتاكي في البيت. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة ازاي. زي ما انتم شايفين الحلاوة كده والجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني سهلة جدا وسريعة وأبسط منها مفيش، وطعمها زي بتاع بره ومتشربة بالتتبيلة وجميلة. بجد حاجة تحفة. أول حاجة أنا مثلا هعمل الكنتاكي بكرة. هبدأ النهاردة أنقع الفراخ بتاعتي، ايا كان، اجنحة، صدور، دبابيس، وراك، يعني اي حاجة، القطع اللي انتي حباها. تمام. هتجيبي مية عادي، حطيت معلقتين سكر، معلقتين من الملح، ورق لوري، حبهان، معلقتين من الخل. تمام. نقعتهم النهارده بالليل وغلفتهم كده بالاسترتش، وحطيتهم في التلاجة لتاني يوم. تمام. تاني يوم بقى طلعتهم، سبتهم كده يهدوا من التلاجة، وقلت ايه، انا هعمل كايزر برضو معاهم في البيت عشان يبقى كده وجبة متكاملة. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم معلقة من الخميرة، معلقة من السكر، رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وقلبتهم مع بعض. دي المواد الجافة. وحطيت عليها معلقة من الخل، وكمان بيضة كاملة. بس اخدت البياض على العجينة، هعجنها مع العجينة. والصفارة اخدتها علشان اخليها لدهان الوش. تمام. يبقى بيضه واحده، حبه بيض واحده، البياض مع العجين. تمام. هتعجنيه، والصفار هتشيليه على جنب عشان الوش. ممكن تعجنيه برايب، ممكن تعجنيه بزبادي، ممكن تعجنيه بحليب، ممكن تعجنيه بميه، المتاح عندك استخدميه. تمام. انا هنا عجنت برايب وعجنت بميه، الاتنين مع بعض كمان. بس بعد كده فضلت بقى ان انا اعجن فيها زي ما انتم شايفين كده. بفضل بقى ايه، ازود المقدار الميه حاجه في حاجه، لاني مش كل الدقيق زي بعضه. تمام. بما اني انا بدأت بالمواد الجافة وهضيف السوائل، فهبدأ اضيف السوائل حاجة حاجة. لكن لو انا ضايفة السائل الاول واحط الدقيق اخر حاجة، فهبدأ اضيف الدقيق كوباية ورا كوباية لحد ما احس ان العجينة بتاعتي لمت. تمام. انا هنا خلاص العجينة بتاعتي لمت، هي ملزقة بس مش محتاجة دقيق ومش محتاجة حاجة تاني. احط لها دقيق هتنشف مني، لو حطيت لها سوائل هتبقى ملزقة جامد جدا. هي بتلزق دلوقتي حاجة بسيطة. هبدأ بقى ان انا المها بمعلقتين من الزيت. زي ما انتم شايفين معايا كده الطبق بتاعي بدأ ينضف والعجينة بتاعتي بدأت تتلم. فانا هبدأ بقى ان انا بحاول ان انا بايدي التانية انزل اللي في ايديا اللي انا بعجن بيها، علشان العجين كله يتلم معايا وايدي تنضف مع الطبق. زي ما انتم شايفين كده الطبق بدأ ينضف بالشكل دوت، وبلم بقى الملزق دوت. وعلى قد ما اقدر بقى زي ما انتم شايفين كده بدهن الارضيه، وهي هسيبها كده لحد ما تتخمر مع نفسيها. ساعة، نص ساعة، على حسب طبعا درجة الحرارة. احنا في الساعة دلوقتي فهتاخد وقت. تمام. غطيها كده بكلفتيها تحت البطانية، هتلاقيها ايه، خمرت معاكي. هنا عندي 3 كوبايات من الدقيق، عليها كوباية من النشا، حطيت ملح، حطيت بابريكا، كزبرة، كمون، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، توابل فراخ طبعا، وكاري وكركم وجنزبيل. دي التوابل اللي انا حطيتها على الدقيق والنشا بتاعي. تمام. الكميه ديت، التوابل اللي انا حطيتها على كميه الدقيق ديت، هبدا ان انا اقسم كميه الدقيق على نصين. نص هاخده كده اخليه يغلف بيه يبقى الكفر بتاع الفراخ، والنص التاني اخليه ازوده بضايه واحط كمان عليه ميه. عفوا. فبدات ان انا ايه، احط كده زي ما انتم شايفين معايا الميه، وابدا ان انا اقلب. انا عايزه القوام بتاعي، الخليط بتاعي، يعني زي البانكيك كده، ما يبقاش سايل قوي وما يبقاش تخين قوي. زي ما انتم شايفين معايا كده، اهم حاجه ان انا اضربه جامد عشان ما يبقاش فيه كلاكيع وما فيهوش اي حاجه، لحد ما يفك خالص بالشكل دوت. بس كده تمام. انت كده الخلطه بتاعتك جاهزه، والكفر بتاعك جاهز، ومجهزه كل حاجه زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. هضيف بس البضايه دلوقتي واروح ايه ضربوها كده ومقلباها ايه كويس. تمام. عذرا، إيه، ابني الصغير بس بيعيط، اسفه. ربنا يرزق كله مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين. بس يبقى انا كده الحاجه بتاعتي جهزت معايا زي ما انتم شايفين كده، وبدات خلاص كده الخلطه بتاعتي جاهزه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح اجيب، طبعا كنت طلعت وقتها، دي التجهيزات اللي هي تاني يوم اللي انا هعمل فيه الاكل. تمام. عجنت العجينه سبتها عشان تخمر، جهزت الخليط بتاعي السايل والجاف. تمام. طلعت الفراخ بتاعتي طبعا، وبدات ان انا اصفيها كده واحده واحده من محلول النقع اللي احنا كنا ناقعينه من امبارح. تمام. عفوا.
وهبدا ان انا احطها في الخلطه السائله دي، واطلع من الخلطه السائله الدقيق اللي احنا او الخلطه اللي احنا عملناها. ده الكفر بتاع الكنتاكي. بصوا هنا بقى انا مش بدوس وبضغط كاني بعمل بانيه او فراخ عادي، لا انا بحط الدقيق كده وببدا ان انا اقلبها كده عشوائي في قلب الدقيق، بحيث ان هي تعمل الكرمشه او الشكل بتاع بره. لو انت عايزه الكفر بيبقى عالي قوي زي بتاع بره، بترجعيها تحطيها في ميه بتلج، يعني ميه ساقعه، او بترجعيها للخلطه دي تاني وبترجعيها على الدقيق، وهكذا مره 2 3 4 بتعملي يعني الكفر بتاعها بيبقى عالي جدا. بس بصراحه احنا بنعمل في البيت، فمش محتاجين اللي هو الكفر العالي، لان هو بيعتبر عباره عن دقيق والخلطه ديت وميه، فمش محتاجينه. احنا محتاجين ناكل فراخ وكنتاكي وطعمها حلو. تمام. عندي هنا الزيت بتاعي حطيته في حاجه عميقه علشان اول ما يغلي ابدا ان انا انزل الفراخ بتاعتي بالشكل دوت. اول ما يغلي كده طبعا درجه الحراره مهدياها موطياها على الاخر خالص، وببدا بقى ان انا اغطيها واسيبها كده لحد ما احس ان هي استوت معايا، وابدا ان انا اقلب الجنب دوت والجنب دوت علشان يبقى معايا مستويه وجاهزه. بتابعها طبعا واقلبها من الجنبين على طول دايما، يعني علشان ما تاخدش لون بسرعه وتبقى نايه من جوه. اذا كانت قطعه فراخ كبيره او صغيره لازم تعملي الحركه دي. بفضل اعمل كده لحد تمام السوا. هنا بقى قلت اجهز الرز بتاعي، حطيت واحده ماجي، حطيت كمان كاري وكركم وملح، وحطيت كمان معلقتين من الزيت، وبدات ان انا ادوبهم كده. اول ما اشم بس كده الريحه واحس ان ريحه التوابل بتاعتي والكركم والكاري تحمص كده وريحته طلعت، هبدا ان انا اضيف الرز على طول، وابدا ان انا اشوحه بالشكل دوت. بيبدا ياخد معايا اللون وبينشف معايا من الغسيل بتاعه طبعا، زي ما انتوا شايفين معايا، يعني هو ني لونه تحفه. بتحطي كميه طبعا اللي انت عايزاها. تمام. وبتضيفي بقى ملح وفلفل اسود، وكده يبقى الرز بتاعك جاهز، والميه بتضيفيها عليها وخلاص كده، مفيش حاجه تاني. انا ما اعتقد مفيش اسهل من كده. انت لو عملت الخطوات دي هتلاقي الاكل جاهز معاكي، مش يعني هياخد معاكي وقت ولا هيضايقك في اي حاجه. ممكن حطيت ملح وفلفل اسود وبس كده. عفوا. بس فانا يبقى انا كده الفراخ بتاعتي بتستوي، الرز على النار بيستوي. وطبعا عايزه اقول لكم على معلومه مهمه جدا، لما بتيجي ان انت تعملي الفراخ طبعا ما بتيجي تعملي كميه على عدد افراد الاسره، فطبعا مش هتحمريها كلها مره واحده، فتحطيها في الدقيق في الكفر، تغطسيها في الدقيق كده وتجهزيها على القلي مباشره، ما تعمليهاش وتركنيها، مش هتعمل معاكي الشكل دوت خالص. يعني انت عملتي 4 حتت، ال4 حتت هتحطوا على النار على طول. لو عملتي ال4 ركنتيهم على جنب مش هينفع كده، يعتبر الوصفه بتاعتك بدات تفشل، دخلت على مرحله الفشلين. تمام. هنا بقى الكايزر قطعته بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا. كنا جبنا صفار البيض، حطينا عليه معلقتين من الحليب، وبدانا بقى ندهن الوش. طبعا التقطيع اللي انت عايزاه كبير او صغيره الحجم ده يرجع ليكي. انا عملته بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا، مش ببططه قوي بايدي علشان يديني الانتفاخ والشكل المدور بتاع الكايزر. عندك سمسم عايزه تضيفي كنبه، مش عندك وعايز تعمليه ساده شغال برضو، مفيش اي ادنى مشكله. بعد ما استوى معايا شايفين الجمال بجد، تحفه تحفه تحفه. هنا كان سخن جدا، مش قادره والله ان انا افتحه. بصوا شايفين البخار طالع ازاي، هشه وجميله وبيضه من جوه، بجد تحفه، كان طعمها تحفه، جربوها تعجبكم. ودي الفراخ اللي بعد ما حمرناها، وطبعا الرز وفتحنا شيبسي وكاتشب. بس فبجد حاجه تحفه وحاجه جميله، جربوها تعجبكم جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.